السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا متابعي قناتنا كابتن كوش. اليوم السبت 11/2/2023 بعد صلاة الظهر زي ما انتم شايفين كده. الساعة دلوقتي واحدة وعشرين دقيقة، 15 دقيقة، تمام. فالمطر بقاله 5 دقايق او اكتر. بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة جميلة. يا ربنا يجعله ان شاء الله مطر خير باذن الله. انا دلوقتي في طريقي من المحلة لطنطا، رايح الشغل عندي في الجامعة، تمام. فانا شغال مسائي في الجامعة، فدايما بمشي كده في الوقت ده. بسم الله ما شاء الله، يعني اليوم غير كل يوم، المطر غير كل مرة. مطر شديد جدا ومستمر لوقت طويل، عدى اكتر من نص ساعة، تمام. كان في مطر خفيف من نص ساعة، لكن كان مستمر يعني، ولكن كان خفيف شوية. بقاله اكتر من تقريبا 10 دقايق وهو مستمر بغزارة. وانا دلوقتي ماشي في الطريق اهوت من محلة لطنطا، وربنا يا رب يجعله مطر خير يا رب. ونسأل الله عز وجل، والمطر نازل كده طبعا من الاوقات المستجاب فيها الدعاء، وقت نزول المطر. امطرنا بفضل الله ورحمته، امطرنا بفضل الله ورحمته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج الكرب على كل المكروبين، وأن ييسر الأمور على جميع المسلمين، وأن ييسر الأحوال بإذن الله للمصريين إن شاء الله كده. ولو في أي حد عنده مشكلة ربنا يا رب يفرجها عليه وتتحل المشكلة إن شاء الله. يا رب يسر ولا تعسر. زي ما انتم شايفين اهو الطريق، مطر شديد يا جماعه، كأن حنفية ميه نازله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. امطرنا بفضل الله ورحمته. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا رب يا رب نسألك الخير. صلى الله عليه وسلم. زي ما انتم شايفين مطر شديد يا جماعه. اللهم انا نسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكهما الا انت. هذا الدعاء له اثر كبير يا جماعه، يعني انصحكم وانصح نفسي بذكره على طول. اللهم انا نسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكهما الا انت. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، انا وكل من قال امين يا رب. اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا. اللهم نسألك خير وخير ما هو له، ونعوذ بك من شر وشر ما هو له هذا المطر. يا رب يا رب يا رب سترك وعفوك ورضاك. يا رب سترك وعفوك ورضاك. يا رب اجعله كده مطر خير يا رب، ينزل يغسل الذنوب قبل ما يغسل الارض. يا رب المطر ده ينزل كده يغسل ذنوبنا قبل ما يغسل الارض. فعلا ذنوبنا كترت، نسأل الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ان نسينا او اخطأنا يا رب. يا رب نعلم اننا مذنبون، كما نعلم انك انت الغفور الرحمن الرحيم الكريم. يا رب التواب. يا رب تب علينا يا رب، تب علينا يا رب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا رب. نعلم أننا مذنبون يا رب، كما نعلم أنك أنت الغفور الرحيم. يا كريم يا رحمن يا رحيم، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ولا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهديين.
اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب يا رب يا رب. نسألك حسن الخاتمة. اللهم اجعل خير أيامنا خواتيمها يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أيامنا خواتيمها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت يا رب العالمين. يا رب يا رب. محدش ينسى الدعاء يا جماعة. الدعاء شيء جميل جدا، ربنا جعل لنا فيه خير كبير جدا في الدعاء. مش هنخسر حاجة، ده كلمات وذكر، كلمات وذكر، ولكن هي عند ربنا لها فضل كبير جدا. الشيء الوحيد اللي ممكن يغير القدر هو الدعاء. إن كان ربنا مقدر عليك شيء فيه ابتلاء ولا شيء وتدعو الله عز وجل بالستر والنجاة، فربنا سبحانه وتعالى من رحمته وكرمه بيلطف بيك وينجيك بفضل الدعاء. لأنك بتدعي مين؟ بتدعي ربنا سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أنصحكم وأنصح نفسي بالدعاء، ولا نمل ولا نكل من كثرة الدعاء. أنت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى خالق الخلق مالك الملكوت الكريم الكريم الكريم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يغضب من العبد اما العبد ما يدعوهوش، ولكن ابن ادم لما الواحد بيساله مره في الثانيه في الثالثه هو اللي بيغضب، يتضايق، يقول لك لو يفضل بقى يشتغلني بقى يسالني بقى هات. اما ربنا سبحانه وتعالى من كرمه على العباد انه بيغضب ان العبد ما يسالوش. واذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. نسال الله عز وجل ان يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين وارزقنا وسع علينا يا رب. احنا وكل من قال امين، ومن كان له مشكله او عنده كرب ربنا يفرج كربه يا رب يا رب. اللهم افتح لنا ابواب الرزق يا رب. اللهم افتح لنا من ابواب رزقك وبركاتك. اللهم افتح علينا من ابواب رزقك وبركاتك. يا رب نسألك السلامة يا رب. نسألك السلامة يا رب يا رب. تنسوناش بدعائكم يا جماعة، ويا ريت كل اللي مش مشترك في القناة عندي يشترك إن شاء الله، ويفعل زر الجرس كده ويعمل لايك، وإن شاء الله ربنا يوفقنا إن شاء الله بإذن الله، وندعو الجميع بصلاح الأحوال وتيسير الأمور إن شاء الله.